السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير وانتوا تتفرجوا عليا. النهارده هنعمل مع بعض بانكيك التفاح مع صوص خطير طعمه حلو جدا، ان شاء الله يعجبكم. بمقادير سهله وعمايله سهله جدا، كله في الخلاط. ويلا بينا مع بعض نشوف المقادير وطريقه التحضير. في الخلاط هنا حطيت كوبايتين من الشوفان، حطيت عليهم معلقه صغيره من البيكنج باودر، ونص معلقه صغيره من القرفه، وبيضتين بدرجه حراره الغرفه، وفانيليا سايله، وتفاحه متقشره ومتقطعه، وكوبايه الا ربع من اللبن اللي هو الحليب سواء كامل الدسم او خالي الدسم. هخلط بقى المكونات دي مع بعض كويس جدا في الخلاط، وبكده خليط البانكيك بقى جاهز معايا. هبدأ بقى اسويه على طاسه غير لاصقه من غير ولا نقطه زيت او اي دهون. هحط بقى خليط البانكيك وهستنى عليه لغايه كده لما هلاقيه كده عامل بابلز من فوق، وهلاقيه كده من فوق ما بقاش سايل قوي. هقلبه بقى على الناحيه التانية، وبرده هسيبه كده لمده دقيقه. قد ايه هو سهل جدا وسريع وما بياخدش اي وقت وطعمه حلو جدا. الكميه دي عملت معايا 7 بانكيك بالحجم اللي انتوا شايفينه ده. وبكده البانكيك خلص معايا، بس انا بقى حبيت اعمل معاه صوص كراميل كده بالتفاح طعمه حلو جدا. هينقل الطعم في حته تانية خالص. عندي هنا تفاحه برضو متقشره ومتقطعه، هحط عليها معلقه صغيره من العسل النحل وربع معلقه صغيره من القرفه، وعلى نار هاديه هقلبهم بقى مع بعض كويس، واسيبهم كده لمده 5 دقايق لغايه لما العسل والتفاح يتكرملوا وبقى يبقوا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. والتفاح كمان معايا هيطرى كده وهيبقى بالشكل ده. هو طبعا من غير التوبنج ده برضو طعمه حلو جدا، بس جربوه معاه طعمه هيروح في حتة تانية خالص. ان شاء الله تجربوه يعجبكم. هستنى رايكم في التعليقات، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة اللي بنزلها اول باول. باي باي.